السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح. يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. النهاردة هنعمل مع بعض شوية فراخ محشية تحفة. هنعمل وراك هنحشيها بالرز بخلطة جميلة جدا. يلا بينا مع بعض نبدأ. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عندي حته هنا من الدهن حطيت عليها شويه زيت، هنزل عليهم ببصلايه كده كبيره متقطعه. هنحشي اهو زي ما احنا شايفين كده. حته الدهن، احنا الدهن ده يا جماعه بنسيحه وبنستخدمه بقى في اكلاتنا، بيبقى حاجه كده في منتهى الجمال. بنسيحه ازاي؟ بنجيب الدهن وبنسيبه على النار خالص، بنقطعه قطع صغيره وبنسيبه على النار لحد ما بيسيح خالص، وبنحط له فلفل اسمر وحبهان وورق لورا، وبنحطه على النار لحد ما بيسيح خالص وبيتغير اكنك بتسيحي سمنه، وبعدين بنعبيه في برطمان او حاجه وبنستخدمه في الاكل. احنا حطينا اهوت وحطينا معلقه من الزيت وقطعنا بصلايه كبيره مع فص ثوم، وهنبدا ان احنا نشوحها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي كده. معايا بقى هنا ده اللي نسيت اصوره لكم الصراحه. معايا هنا اوراق من الفراخ جبتها وخليتها. هنعمل اوراق او حمام كداب زي ما انت عايزه تسميه. في ناس بتسميه فراخ محشيه عادي، في ناس بتسميه حمام كداب برضو عادي. انا جبت الاوراق وخليتها عاديه زي ما خليتها معاكم قبل كده. بدات ان انا اجيب معلقتين من الصلصه، عليهم معلقتين من الزبادي، حطيت عليها معلقتين من الزبادي، وبقى كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها. البصلايه بتاعتي اهي يا جماعه زي ما احنا اتشوحت، هنزل عليها بقرن من الفلفل يتشوح بس مجرد تشويحه كده. هديله كده تشويحه، وهبدا بقى دلوقتي انزل بالرز بتاعنا برضو نديله تشويحه، وننزل عليه بقى بجميع البهارات. هننزل دلوقتي اهوت بالرز. هنبدا بقى انا دلوقتي ننزل بالبهارات، البهارات اللي انت حباها. فانا هحط كزبره وهحط كمون وهحط فلفل اسمر، وهنحط معلقه من الشطه، احنا بنحب الاكل يكون سبايسي شويه. وهنبشر بشر جوز الطيب، وهنحط معلقه من الكاري ومعلقه من بهارات الفراخ. دي البهارات بتاعتك مع الملح، وتبداي ان انت تشوحي كل البهارات ديت مع الرز مع البصل مع الفلفل. هننزل ببشر جوز الطيب. معايا برضو هنا فصين من الحبهان اهمت فتحناهم وهنحطهم، هننزل بمعلقه من الكركم. معانا هنا بقى مرقه بودر، هننزل برضو بمعلقه. لو مش متوفره عندك ممكن انت تحطي بهارات فراخ عادي. هنبدا بقى نشوح كل ده مع الرز. حطينا اهوت الملح بتاعنا، بنظبط بقى ملحنا، وبنبدا بقى خلاص الرز بتاعي اتشوح كله اهوت مع البهارات. هنبدا ننزل بالميه، وبنسوي الرز بتاعنا حوالي 80% سوا بس، وبعدين هنحشي بيه بقى الوراك بتاعتنا. ده الرز بتاعنا اهو يا جماعه. شوفوا بعد ما خد 80% كده سوا، لان احنا عارفين ان الوراك ما بتاخدش سوا في النار كتير. جهزت بقى الصينيه بتاعتي، قطعت فيها بصل، قطعت فيها بطاطس، مجرد طبقه كده بنحطها تحت. وهنا زي ما احنا لفيت ماما لفت الصراحه واحده كده اهيت، بتبقى شكلها تحفه واكنها حمام يعني، وهتشوفوها بعد التسويه. تعالوا بقى نشوف مع بعض بتحشيها ازاي. ادي الورك بتاعنا اهوت بعد ما فضل في التتبيله بتاعته. ايه هي التتبيله بتاعته؟ بشرت بصلايه صغيره جدا، بشر ناعم جدا، حطيت عليها معلقتين من الكاتشب، ومعلقتين من الزبادي، ونص عصره ليمون، ومعلقه من الخل. وتحطي بقى البهارات اللي انت حباها. انا حطيت معلقه نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا مدخنه، نص معلقه كزبره،
بهارات فراخ، حاطه مرقه دجاج فوريه، وقلبت كل الخليط ده مع بعضه مع الملح، وحاطه حبهان مطحون، وقلبته كله وتبلت بيهم الوراك بتاعتي. سبتها حوالي يجي ساعتين، وبعدين بقى بدأنا ان احنا نحشيها اهوت زي ما انتم شايفين. بنبدأ بقى ان احنا نقفل بخلة السنان ديت. ما عندكيش خلة سنان، ممكن ان انت الخلة بتاعت الشيش طاووق تكسريها كام واحدة كده وتقفلي بيه. في ناس ممكن تقفله بخيط، فزي ما انت حابة يعني. كل حاجة متوفرة ممكن ان احنا نقدر نستخدمها عادي. دلوقتي بقى بنبدأ نقفل الورك بتاعنا علشان الرز بتاعنا ما يخرجش. شايفين يا جماعة اهوت الورك بتاعنا حشناه وقفلناه خالص. حمامة دي ولا مش حمامة؟ حمام كدابة اهو، بنضحك عليهم. ودي الراس بتاعت الحمامة اهيت. نبدأ بقى ان احنا نرصه في الصينية، وهنعمل كمثل كل بقية الوراك اللي معانا نفس الشيء، ونقفلهم ونحطهم في الصينية وبعدين ندخلهم. تعالوا مع بعض نعمل واحدة كمان علشان نشوف بنحشيها ازاي. ده الورك بتاعنا اهوت بعد ما خليناه ومتبل تتبيلة كويسة. هنبدأ بقى نحشي الرز. بنملي كده مكان العظمة اللي احنا شلناها اكنها الزور كده بتاعت الحمامة. منور يا دودو. بنعمل حمام. مش انت عايز تاكل حمام محشي؟ محشي. اه عاملاه اهي شوف أهو. حشناها اهي. ايه رأيك؟ علشان دودو. مش دودو عايز كده؟ اعملي ادينا بنعمل اهو. مين جابك؟ مين اللي جابك النهارده؟ شوف امسك حرامي بتعمل ايه؟ مين جابك يا دودو؟ مين جابك؟ هنبدأ بقى نقفل بالخلة السنان زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يا جماعة اهيت الوراك بتاعتنا بعد ما حشناها. عندي بقى شوربة، هنزل بس حوالي بكوباية كده من الشوربة. تمام اهو. وهبدأ ان انا اغطيها بورق زبدة وورق فويل وادخلها الفرن تستوي. خلاص يا جماعة شايفين بسم الله ما شاء الله الوراك بتاعتنا استوت خالص. لسه شايله دلوقتي من عليه ورق الفويل. معايا بقى هنا معلقه من الكاتشب، حطيت عليها معلقه من الزيت، معاها رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، ورشه بسيطه من الملح، ورشه بسيطه من الزعتر. هبدا من اللي انا اخد منها دلوقتي وادهن الفراخ كده من على الوش عشان احطها تحت الشوايه تاخد لون. زي ما احنا شايفين كده. خلاص اهو دهنت الوراك بتاعتي كلها. ادخلها بقى دلوقتي تحت الشوايه تاخد لون، وكده تبقى الفراخ الحمام الكداب معانا او الوراك المحشيه خالصه. فين بقى يا جماعه الجمال والحلاوه ديت؟ حاجه كده وريحتها قلب البيت. ريحتها جميله جدا وطعمها اجمل. لازم تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. شايفين اصلا الصوص اللي نزل منها احنا ما حطيناش اي حاجه. وشايفين البطاطس مستويه جدا. وده كانت طريقتنا في عمل الفراخ المحشيه، الاوراق المحشيه او الحمام الكداب. يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى عيله في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.